كل واحد عنده مفهوم معين تجاه الصياعة، منطلق، منهج. حطيت ايدي على كتف الكراش على اساس اني مش واخد بالي، وقمت باصص لها كده وقلت بعدها بعت رساله تاني يقول لي شخيت في الجنة. كل واحد بيصيب بطريقته الخاصة، كل سنة كان فيها صياعة، كل موضة كان ليها صياعة معينة. في صياعات انا مش فاهمها اطلاقا يعني. شربت كولور. انت لو عملت حاجه زي دي ما كانش زمانك بتردي على الستوري اصلا. في صياعة امريكية ولاد مش عايز ابين ميولي السياسية في الفيديو ده، ده ملوش اي علاقة بالسياسة نهائيا. ولاد الهود اللي هم الناس الجانج ساينز، تقريبا العلامة اللي انا عملتها ديت معناها البقرة المحبوسة. يمكن العلامة اللي عملتها ديت تقلل من احترام مثلا حاره كامله. تسقيط المنطلون ده موجود من 2009، موجود من ايام كريستيانو رونالدو لما اتنقل ريال مدريد، كان بيلبس التيشيرت اللي بيلاقيه ويسقط المنطلون شويه. فهم مش بيسقطوا المنطلون شويه، هم بيسقطوا. يعني مثلا تخيل حد من دول ماشي عليك، جاي عليك بيثبتك، جاي عليك خلاص هيثبتك وياخد منك كل ما تملك وجيف مي ماي ماني وبتاع، وبص تلاقيه انت شايف طيب. فاللي هو انت بتثبت مين يا اسطى؟ انا حرفيا شايف طيب. فيش يا معلم، اخترقت البنك المركزي الاسرائيلي، اخترقت البنك. يعني تقريبا دي سياسه الصياعه عندهم، كلما كان شكلك عبيط اكتر كلما كنت مرهوب لان انت متخلف. في الصياعه اللي هي البريئه. رحت المدرسه وانا صغير كنت فتره الثانويه العامه، والدي اول ما كان بيسيب البيت عايز اعمل اي حاجه صايعه. يعني اكتر حاجه صايعه وقتها كان بالنسبه لي كان الام بي 4، ان انا معايا ام بي 4 احمر، النت سريع، مفيش حد شايفني، انا قاعد في الاوضه لوحدي معايا لابتوب، عايز اعمل حاجه، قمت قالع التيشيرت. بعدها يعني ما لقيتش حاجه اصلا، يعني قمت مشغل التكييف. ما حسيتش ان انا صايع كفايه، حسيت ان انا قالع التيشيرت وفاتح التكييف، اكيد في حاجه اصيع من كده. كنت قاعد على الكرسي فاتح اللابتوب بتاعي وحملت فيفا 18 وقعدت العبها لحد ما ابويا جه. ومره ابويا قفشني وانا قالع التيشيرت وبلعب فيفا، وفعلا هو حسسني ان انا عملت حاجه صايعه. تخيل دخلت على ابنك قالع التيشيرت وبيلعب فيفا 18، انت يا اما سخنان على الماتش يا اما سخنان على امبارح. بعيدا عن الموضوع شويه بصراحه، كنت زمان بطلع العب كوره من ورا والدي في ايام الدراسه، ما كانش مسموح لنا في ايام الدراسه، وكانت عربيه والدي تقريبا شبه اي عربيه في العالم، فاي عربيه تعدي نطلع نجري. ما كنتش تقريبا بلعب 5 دقايق على بعض. اوف توبيك بس تقريبا ريليتابل. في صياعه برضه، صياعه الحزن. فضلت عايش لحد دلوقتي. الحزن بقى صياعه. اكتر حد عايز يقطع شرايينه، واكتر حد بيقعد في اخر الميكروباص مهموم، اللي بيقعد في نص الخروجه. كون ان انت حزين دي مش صياعه، ده معناه ان انت انسان يعني حاسس بمشاعر انسانيه عادي. عمري ما خرجت وانا صغيره ولا عملت اصحاب، ما تجيش على الجرح. وانتوا بتتلككوا يا جدعان عشان تبقوا حزنانين. انا مالي؟ انا سالت سؤال واضح وصريح. ايه اصيع حاجه عملتها وانت صغير؟ اصيع حاجه كان ممكن تعمليها ان انت تعملي صاحب فعلا. يعني تقريبا برضو في حاجات صايعه كتيره قوي كنت افكر ان انا بصيع وانا صغير، لكن ما شخيتش على نفسي يا ابن اللعيبه اني عملتها على نفسي. العيال بتعلي على بعض. كان عندنا كمبيوتر، كان الباسورد بتاع الكمبيوتر ده فك. كنت انا قاعد على الكمبيوتر على منتدى ستار ديما، ما حدش سالني كنت بعمل ايه هناك. بعدها طلع لي فجاه اعلان مبروك ربحت مليون دولار. يعني ما عادتش بتدخل على حد حوار مليون دولار. قمت متكي على طول استلام الجايزه، والكمبيوتر فيروس تقريبا وباظ. عملت نفسي مش فاهم ايه اللي حصل، وما فتحتش الكمبيوتر ده بقالي مثلا شهر ولا حاجه. استنيت اخويا يجي يقعد على الكمبيوتر، فتح الكمبيوتر، ايه ده الكمبيوتر بايظ. فانا عدي بقى من جنبهم باكتر وش مستغرب في الدنيا، مع ان انا اللي عامل العمله، بس انا عدي من جنب، ايه ده الكمبيوتر ازاي باظ يا اسامه؟ انت شكلك انت حملت فيروس. الوالد لما سال مين اللي بوظه، طبعا كده كنت بلقي اللوم على اخويا في كل حاجه. كان خد الكمبيوتر عشان يصلحه وعايز يعرف الباسورد بتاع الكمبيوتر. احمد هو ايه الباسورد بتاع الكمبيوتر؟ فاك مش هقولها له بالطريقه دي. فعاوز اصيع عليه، قلت له اف باين يو سي اف يو سي كي. اللي فك يا عم احمد. باخد سجاير كيلوباترا من على الارض وبشرب الفله. يعني مش انت معفن عشان انا كنت بعمل كده. انا كنت بفكر برضو زمان ان جاستن بيبر صياعه. دي حاجه نوعا ما خجول ان انا اعترف بيها، بس بصراحه الواد جاستن بيبر ده صوته كان بيعجبني جدا. فيديو كليب بيبي كان فيه اول بنت اشوفها في حياتي، لان انا ما كنتش بشوف غير دراجون بول، ما كنتش بتعامل غير مع كرتون. حطيت فلفل اسود في الميه بتاعت تيتا. كنت بنزل البوست، ادخل على الموقع التركي، ازود نفسي متابعين، وبعدها ادخل انستجرام، فيطلع لي بقى اللي هو بيطلع لك انت اول ما بتدخل مين اللي عمل لك فولو في خلال هذا اليوم او خلال هذه الفتره. كنت اخده سكرين شوت واعمل بقى ايه دايره حواليهم، اقول واو تفجير، وانا اللي مفجر نفسي. اشتغلت ابيع ماء من وراء اهلي وجبت فلوس. بتبيع ميه ازاي؟ ده افشل مشروع ممكن اشوفه في حياتي. انا ليه هشتري منك ميه؟ ما اروح اشرب من السيفون. دلوقتي مش عارف الساعه بقت ايه. الساعه تقريبا دلوقتي انك ما تبقاش صايع. ساعات برضو وانا صغير كنت بقفل الميه على الجيران.
غالبا الحاجات دي بتتردد لي دلوقتي. كان في برضه فتره صياعه في ثالثه اعدادي كده، واللي رجعت ايه انتش. كانت بتتعمل فيها كتير، وانا نفسي افهم يعني ايه انتش، بينتش ايه؟ وقعدت مدير المدرسه وخد رفض اسبوعين. المدير خد رفض اسبوعين عشان انت وقعته. وساعات برضه كنت اروح اقول له عايز العب كوره، بس هو مش هيرضى. اقول له انا هروح ارمي الزباله، اروح ارمي الزباله الساعه 5 ارجع الساعه 7 بالليل. فين؟ قافلين. كنت مستني الزباله تفتح. ما خدتش التطعيم. كنت نازل اجيب كيلو موز مثلا من على اخر الشارع 5 دقايق، ارجع يوم الاربعاء الساعه 5 الفجر. كنت فين؟ بجيب موز باكستاني. وما كنتش بقول الحاجات دي تهكما، انا كنت مفكر ان انا كده صايع. كنت رايح اصلي الظهر في مره من المرات، ولقيت قنبله فتاكه اللي انا فكرتها بتعمل فكنت عايز اخبيها باي شكل عشان مفيش اي طفل تاني غيري سمج يجي ياخد البتاعه دي. بحب استكشف بصراحه الارض وانا ماشي، يعني مثلا رايح اصلي العصر انا ببص في الارض بشوف ايه ده، طوبه، اعمل جون على الارض من الطوب، الاقي شوك اقوم نطت فيه واتعور. وكان في دايما في توم وجيري، توم لما كان بيجي يعمل حاجه شريره يقوم مولع الديناميت ويقوم راميه في بيت جيري دي كانت علامه صياعه في توم وجيري. توم بيسلم على جيري وعمل كده، مفيش صياعه، مفيش خبث، مفيش نيه وحشه جوه، لكن عمل كده توم ابن كلب جد. فالمهم بقى كنت ماسكها كده معاه مستنيه بقى تعمل ايه ده. انا استغربت قلت يمكن في باور اوف وباور اون، قامت مفرقعه في ايدي، ولذا الشيء ده موجود. فاول ما شفت الموضوع ده في ايدي عملت دخله البوكر تي. يعني انت اول حاجه بتيجي في بالك لما ايدك بتوجعك بتتالم، بتعبر عن الالم ده. البلوجرز بيصوروا ستوري. انا بقى فضلت بحلق شويه لحد ما استوعبت كني كسبت كاس العالم. الولد طبعا صاحي من النوم مفزوع جدا، مش عارف، سمع صوت صريخ عالي جدا صادر من مكان ما، بص شماله لقى اخويا. انا هو متعود دايما ان انا اي حزن اي ضيقه بتجيلي هو اخويا الكبير السبب. مره كنت بلعب تنس مع ابويا ورمى الكوره عاليه شويه، فكنت عايز اعمل فيها روجر فيدرر، وقمت نطيت جامد، قمت رازع فاس يا بنت من الواضح يا بابا ان انا عملت دبل جامب. لويس سواريز بيعمل ايه في برنامج موعده؟ ايه رايك في البيست فريند؟ لو قال لا هتتكل باز، لو قال يكملوا. تساله عن الفلوس، اول ديت مين يدفع؟ لو قال الراجل طبعا قشطه، بعدها هيقول لها الجمله الشهيره اللي بتقول فلوسك فلوسك فلوسي فلوسنا. هبص للجمهور سقف يا جماعه للواد ده فهو يا مش والله العظيم دي دماغي، اعمل ايه، انا بيرفكت بوي. في حاجات تانية ان انت تلبس مثلا كوتشي ستارز على بنطلون جينز، تشمر كم البتاع عشان تبين ان انت معضل بس انت مش معضل. بنسمع مهرجان مفيش صاحب يتصاحب. برضه في صياعه في الفاشون، يعني ايه ده ماتش يا ماتشنج مع الحيطه، يعني انا زي الحيط. من الحاجات اللي كنت فاكرها صايعه برضو ان انا اركب تعليق عربي بتاع فارس عوض. ده جبت جول مثلا في ماتش امبارح، تلاقي المعلق النهارده بيقول جول